اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا، ولو لسه ناسي يبقى دماغك فيها خرا، ومش اي هرا، دي تحويشه الهرا كله من ايام جماعه الخرفان اما كانوا في اشاره رابعه. يعني جمعه الغضب مثلا بتاعتهم كانت بتبقى ليله، وكانك جايب ياسين التهامي. اكادوا من زرط القطيع الخروف هل كانت ربع فيها سلاح وملوتوف لا 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 لا. فطبعا كانوا كل جمعه يزرطوا زرطه بريحه الحب لرئيسهم مرسي، وفي نفس الوقت يخوفوا الاعداء، انتوا الاعداء. والموضوع ما كانش للمعارضه بس. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا هقول مرسي وأنتوا تقولوا الله أكبر، لأن هذا الهتاف يلقي الرعب في القلوب ونجهد وساوس الشيطان. مرسي مرسي. لسه الشمال لسه في ودانه. في ودان مين؟ انت ملبوس يا عم الشيخ. انا اعرف الواحد يقول لك كبر في ودانه علشان الشياطين تهرب، مش هقول مرسي في ودانه كده، ودانه هي اللي هتكبر. من الواضح ان مرسي ساعتها كان واصل قوي لفوق، والكيان من ساعتها بيحبه لدرجه ان هو كان حديث المدينه عند الكيان. اسرائيل كتبت تقارير مرسي سياسي بجد خطير. الاخوان لبسوا الطراطير. ده جبت الكلام ده منين يا علا؟ اسراء قالت مرسي سياسي خطير، وفعلا كان خطير، بس كان خطير على مصر، لكن سياسي دي محتاجه نشتغل عليها شويه. ليه يا جماعه دايما بنبقى فاهمين وفاكرين ان الاخوان دايما مظاهراتهم بتبقى رخمه ودمها تقيل وكل همهم يخوفوا الناس بس، وتحسوا ساعتها ان هم شبه حنظله وابو لهب. بالعكس دي كانت بتعلمنا بتنورنا. طلعوا الكراريس واكتبوا يلا. واحد يعني واحد يعني الاعلام اتجن، الاعلام اتجن. اتنين يعني اتنين يعني علمانيه علمانيه ثلاثة يعني ثلاثة يعني الشعب المصري فري، الشعب المصري فري. أربعة يعني فور. خرفكوا قطع النور. شايفين الاستاذ خروف فتح اللية؟ انتوا عايزين تعلمونا ايه يا مستر من المظاهرات دي؟ عرفونا عشان احنا مش عارفين يا مستر شبح الانجليزي. نزولنا احنا المظاهرات هو بس مجرد يعني ديمو. احنا بنقول للناس فضلكم لما تنزلوا مظاهرات تعرفوا يعني ايه مظاهرات سلميه، تعرفوا يعني ايه تأييد. يعني انتوا اللي هتعلموا الناس هي مظاهرات سلميه. بنعمل ديمو مش بنعلم الناس بس بنعمل. بتعملوا ديمو دي يعني بتعلموهم خطوات كده زي الزومبا. امك فرقعت بومبا. قال لك علشان ننظم مظاهرات ضد العنف لازم نعمل ديمو. فانت عشان تعمل مظاهرات ضد العنف دي لازم تعمل 3 حاجات. تجيب ناس تاريخها كله ما فيهوش عنف خالص. 2 نقول هتافات ملهاش علاقه بالعنف خالص. 3 نحرض الناس باسم الدين في جمعه نبذ العنف. كنت محتاج بقى اوريكم عينه من الديمو اللي كانوا بيعملوه الاخوان ساعتها. الله على الديمو يا ديمو يا جامد. جاكي شان مبسوط منكم قوي. هي دي الرياضه الحقيقيه عشان شباب الاخوان يخسسوا شويه من الليه عشان ما بتخشش في البنطلون. او نعمل لكم فيلم كبير قوي ونسميه فيلم جهاد النكاح. اشمعنى هما يعملوا الاختيار؟ يبقى انتوا كمان تعملوا جهاد النكاح 1، جهاد النكاح 2، جهاد النكاح على قد ما تقدروا تجاهدوا في النكاح، وانتوا اخركم جهاد 1 وما بتكملوش. جهاد النكاح. انا هنا يا سلامه. سيبوكوا بقى من الكلام ده. اكيد المليونات اللي كانوا بيعملوها الخرفان كان اكيد ليها هدف. تحت شعار لا للعنف. سلمية إن العالم كله يتواطى عليكم. سلمية اللي هيرش الرئيس محمد مرسي بالمية هنرشه بالدم. سلمية اليوم نغزوهم ولا يغزونا. سلمية ونحن نعدهم بأنهم سيسحقون في هذا اليوم. سلمية ما شاء الله باينه على اسنانها، سيحت الدهنه في الشمس. سلمية خلتهم يقولوا للريس بتاعهم يستمر والا هيحطوا له السلمية المحمية في صرصور طيبة قلب. وبنقول له مرسي انت هتكمل مدتك، لان انت لو اتنازلت عن الحكم او تنحيت هتعتبر خيانه عظمى للوطن. بشار مش احسن منك نقول الكلمه دي. اسمعنا بشار وانت لا يا مرسي لا. يعني لو مرسي مشي هتعاقبونا؟ هنرفع ايدينا لفوق وتمدونا؟ هتعملوا
هتعملوا ايه؟ إن سقطت الشرعية مرسي سنعلن قيام دولة إسلامية في مصر. إن أسقطوا شرعية الدكتور مرسي سنعلنها شرعية إسلامية خالصة. هتعاقبونا بالشرعيه دي؟ ايه دي؟ عامله زي البشعه. هي الشرعيه والدين يا بتوع الدين بقت عقاب؟ يعني عيالي مثلا لو ما عملوش الواجب ولا ما بيسمعوش الكلام هجيب لك الشرعيه. انا بقول وانتي خلصي طبقك كله، عشان اقسم بالله لو ما خلصيش الاكل الشرعيه هتجري وراكي يوم القيامه وهتاكلك من لساني. يا جدعان اقسم بالله الدين حلو، بس انتوا اللي وحشين، انتوا اللي بتوحشوا صورته. والمشكله كمان ان الجماعات الاخوانيه كانوا مجموعات كتيره وكل مجموعه وليها دماغ. أين المولوتوف؟ أين السباب؟ أين المطاوي؟ ليس هناك شواذ في هذه المليونية، وليس هناك لصوص. للوقت سنقول أن مصر لكل المصريين. ايوه صحيح، كل المصريين، بالمولوتوف، بالشواذ، باللصوص. يعني انت يا عم الشيخ خميس، يعني لما تعملوا مظاهره باسم ليالي العنف وتشزوا عنها وتهددوا الناس، مش يبقى هو ده الشذوذ؟ يا راجل يا الوان طيف. بس عادي، انا ممكن ما اخدش بكلامك واسمع مجموعه تانية او حد تاني. عايزين بقى راجل باسم الدين، راجل بيفهم، وكيل وزاره الاوقاف. شخي خش يا شيخ. فارق بين ميدان يتصف ويمتلئ بالمتوضئين وميدان يمتلئ بالسكارى والمخمورين. هل ترى الميدان كله سكارى كيرانا سكارى؟ ما انت شيخ يعني والمفروض داعيه يعني المفروض لو كنت عارف ان في حد سكارى ادعوهم للتوبه بدل ما تطلعهم مسرح وتتكلم عليهم. ده لو ولا هي كل الناس اللي بتتجمع ضد الاخوان بتبقى سكارى؟ بس ايه الرساله اللي انت عايز تقولها لنا يا شيخ؟ يلا شخ خش يلا قول. نحن اليوم حولنا القبلة في مناسبة تحويل القبلة، فلن نصلي بعد اليوم إلى دبي، ولن نصلي بعد اليوم إلى واشنطن، ولكن مصر توجهت إلى الإسلام. الله أكبر! لقد دخل الصاروخ طيبة قلبك يا شيخ. يعني كل ده واحنا بنصلي غلط؟ كل ده واحنا بنصلي لدبي؟ أنا بقول برضو بسرح في الصلاة كده وبشوف برج خليفة. أنا بس كان نفسي أعرف رد مرسي إيه على المليونات السلمية دي اللي شتموا وحرضوا. ما تقول يا مرسي في ايه؟ وبدعوتها الى نبذ العنف. اللي هنرفع له الكارت الاحمر هنرفع له الجزمه، اقسم بالله العظيم هنرفع له الجزمه. وبادائها السلمي. وهنجيبكم واحد ورا واحد وهنعلقكم من رجلكم زي الفراخ. الحضاري. هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخه وهيبقى في تفجير بالريموت كنترول. ايه ده؟ هنموت بالريموت؟ راجل حرام عليك، عايز تموتنا بالريموت؟ يعني مكسل تقوم تاخدنا في حضنك؟ خلاص للدرجه دي بقيتوا مرفهين؟ ما بتتعبوش في شغلكم خالص؟ ده انتوا ناقص كمان تجيبوا غساله اطباق وتغسلوا لنا دماغنا. هما الاخوان بس اللي بيظهروا في الصوره دلوقتي ولا معاهم حد تاني؟ في البدايه انا بس يعني احب اقول ان توصيف الاعلام اللي من كانوا في الرابعه العدويه بالامس ان هم الاهل والعشيره، ده فيه طبعا نوع من المغالطه والمكابره. ده كان في بنطلونات جينز امبارح وبتاع. كان وصول واضح. كانت مليطه يا شيخ عقبال عندك، والنكاح كان عيني عينك من الجماعه ومن بره الجماعه. وانتوا ما خدتوش بالكم من القوافل اللي كانوا بيبعتوها لنا برضه؟ ما هي دي القوافل اللي كانت جايه تحرر القدس، فيجيبوا ناس بقى بشعرها وناس اجانب عشان يقول لك ايه؟ دول مش اخوان، الناس كلها هي اللي طالبه كده، والناس كلها هي اللي رافضاكوا، والناس كلها هي اللي بتقول ان انتوا اللي محاصرين، فالغلابه تصدق. بس بصراحه برضه عشان ما نظلمش الخرفان، برضه ما كانوش بيعبروا بحبهم لمرسي وللاخوان بالعنف والحاجات دي، لا كان في فنون جميله. الشعب قال كلمته وعرفنا مقدارك، دوقنا حنيتك والمجرمين نارك. دوقنا حنيتك يا سافل، يعني عشان يبقى مفيش عنف يبقى في الوان طيف، اي حاجه تودي على جهنم وخلاص. شكلك بتروح مكتب الارشاد كتير يا ولا بالليل يا ولا. عايز ايه من مرسي يا كابتن؟ قالوا له اخترناك وبيعبدوا مبارك، لكن احنا ما اخترناش، نور ربنا اختارك. نور ربنا اختاره؟ انت واقع في فيلم واسلاماه يا ابني، انت فاهم غلط. نور مين يا ابني؟ ده نور الحمام، ابوك كان منوره. الراجل كان عنده اسهال وقاعد بيشطف ليته. بس احلى حاجه بصراحه انك فنان برضه، بصراحه فنان وما بتقولش حاجه فيها عنف. اغضب بقى، اغضب بقى، اغضب بقى. الجيل طفح والصبر فايض على الحدود، حبة كناسة على الشاشات قاعدين ليلاتي يرقصوا زي القرود. لو كان بايدي كنت امضغ كبدهم وامسح عكارة وشهم من على الوجود. كبدنا؟ انا كبدتي مش هتنفع، انا كبدتي بالرده، ومن الاخر كده كبده فراخ ومش مذبوحه حلال. والله شكلك ابن حلال، فانا قلت اسلمك. طب رايك ايه كان في القضاء؟ يا خساره، يا خساره على القاضي اللي رافض يختشي وبيرتشي، لابس قميصه المشمشي، عايش حياته على النقوط
الشفتشي. انت هيلبسوك جوه البدله الشفتشي ودخلة فرج عليك هتبقى ليله ما يعلم بيها الا ربنا في وسط المساجين. هم دول الاخوان اللي هيشتغلوا عليكم الفتره الجايه، وخلي بالكم هيشتغلوا عليكم اكتر من الاول. واديكوا شفتوا يا اما الشرعيه يا اما العنف. دول اللي كانوا بيهددوا الناس بالعنف وهم في السلطه ومش حابين اي معارضين ليهم. ربنا يسترها على مصر. بس الشعب الواعي فهمهم كويس وعارف تاريخهم كويس، بدليل ان هم بيتفرجوا عليا دلوقتي وعملوا لي لايك ودخلوا روقوا عليهم في الكومنتات وشيروها له.